راه ما تبقاوش تيقوا البنات بزاف، راه انا دارت بيا، عمري ما نويت انا غدار بيا هاد القضيه. تعرفت لها واحد السيد وعرفها على والديه وكذا وداروا ديك الطقوس، ولكن ملي عرفها مطلقه شوفوا شنو دار ليها الخوت. هادشي راه ما يمكنش، والله ما يمكن. يعني المراه مطلقه راه بنادم كيشوفها بحال الله يحفظه صافي. شوفوا الفيديو وبارطاجيو، وبغينا الراي ديالكم في الكومونتير الخوت، ونبداو الفيديو. يعني تعرفت عليه وداك الشيء. المهم نوا معايا الزواج، يعني نوا معايا الزواج. يعني نتوما كتعرفوا اي وحده، اي بنت، اي مراه كتبغي تستر راسها. انايا مطلقه وعندي وليداتي، قلت ما فيها باس هاد السيد نتستر انا وياه، ما فيها باس، ماشي مشكل. زعما انا نكون اسره اخرى، واخا كان عندي الزواج يعني اللي قبل كان يعني ما صدقش ليا مع السيد، نبدا حياتي من جديد. واخا كنت رافضه انني نبدا الحياه ديالي يعني، وعاودت بغيت نبداها، قلت ماشي مشكل. السيد وهمني بان كيبغيني، وهمني بان بغى يتزوج بيا، وانا ما نكذبش عليك يعني كنت فاقده، يعني ما عرفتش كيفاش وقع ليا. حتى يعني وليت كنبغي هذا السيد، لا هو كان فاهم معايا على اي حاجه، قال لي انا قادر نكون معك اسره. جينا حتى لهنا قلبنا على الكرا انا وياه، توجدنا الوريقات ديالنا، وقال لي شوفي غادي نمشيو نقلبوا على الكرا باش غير نديروا العقد، غنكريو غير يعني برطمه صغيره على قد الحال. هادشي اللي كاين. من بعد صافي هذيك بقينا انا وياه على معارفين وداك الشيء، صيبنا وريقاتنا، كنقلبوا على الكرا، داني عند خوتو، يعني دخلت لدارهم لعائلته، كليت طعامهم. يعني اش غادي نقول لك، دخلت عندهم في الاخر هذا السيد تبدل ولا واحد اخر، ما بقيتش كنعرفو. هذا السيد تبدل عليا، انا براسي ما عرفت، تبدل بالمعامله ديالو. درت معاه انا وياه النهار اللي غادي نجي فيه الكازا باش نمشيو عند العدول، السيد قال لي صافي الله يعاونك. ماشي كلهم يعني خواتاتو، البعض منهم هي بحال اللي يعني وليت شنو نقول لك، ما مصدقاش هادشي اللي طرا ليا، لا منه هو ولا من عائلته. انا دخلت عندهم وكليت طعامهم، هو اللي داني لعندهم، وفي الاخر يديروا لي بحال هكا. ما صدقتهاش، بحال اللي كنت كنحلم. ما فهمتش هاد السيد شنو بغى عندي. دا ليا مبلغ مالي ب 10000 درهم، وهاد ال 10000 درهم كنت دزت في واحد المنابر اعلاميه قبل، كان وقعوا لي شي ظروف، كنت ديك الساعات في واحد الوقيته اللي يعني كانت انا وليداتي، ودزت في هذوك المنابر. وهذوك الناس ديال خارج الوطن داخل الوطن هما اللي عاونوني، الناس اكثريه ديال الجاليه المغربيه عاونوني، الله يجازيهم بخير. يعني هذوك راه غير فلوس هذوك الناس جمعتهم باش ندير بهم، يعني كريت ديك الساعات وجمعت بقى لي ديك المليون باش ندير به شي بروجي، زعما شي مشروع صغير. كنت باغا ندير شي فيترينا فيها المكياج، يعني باغا نبدا، يعني كنت متحمسه. دا ليا داك المليون اللي عطاني منه واحد 40000 ريال، راه عندي الورقه باش صيفطها ليا. 40000 ريال اللي صيفط ليا من داك المليون، 160000 ريال ما بغاش يعطيها ليا. يعني هاد السيد دار ليا بزاف د الحوايج. ما عنديش شي حاجه، انا ما كنهضرش غير في فمي وكنجي نهضر، عندي الوثائق، الدوسي هو الملف عندي فيه كل شيء، ورقاتنا اللي صافي غاديين عند العدول. يعني ولكن انا بغيت نقول واحد الهضره، يعني قال لك عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. يعني هاد السيد هذا ما كانش خير ليا انا، ما هو كان عنده خير معايا. يعني شوف ربي شنو كان غادي يرزقو معايا انا، ولكن انا اللي ما كانش خير عندي معاه. ما عرفت شنو كانوا غيديروا ليا، لا هو لعائلته. شنو غادي نبغي نقول لهم، يعني راه حشومه، راه عيب. خصو يكون متخلق، خصو يكون عنده الكلمه، خصو عطاك الكلمه بان غتزوجي به يبقى على كلمته، ماشي يكون عنده هدف اخر. يعني مخططين ليك يعني على اشياء اخرين دايرين ليا. دا ليا هاد الفلوس ديالي اللي كنت باغا ندير بهم انا هاد المشروع، انا دابا انا جالسه دابا ما عندي حتى شي حاجه، صافي ما بقى ليا حتى شي حاجه. الحاجه اللي كنت عندي الامل فيها راه خدا ليا فلوس. ربي راه تيسامح، ربي كيغفر لينا، وحنايا ما نسمحوش وما نغفروش. انسان اللي كتهضر كتطلب منك السماحه وبزاف د الحوايج، وقال لك انا راه غلطت وراه درت، راه بيان سور غادي تسمحي ليه، واخا يكون قلبك حجر. تيقول لك المسامح كريم. يعني وانا هادو ما نكذبش عليك، هادو من الصفات ديالي، ماشي كنفتخر عليكم ولا انا من الصفات ديالي، لان تربيت، انا مربيه، والدي رباوني على الاخلاق والمبادئ ونسامح. هذه التربيه اللي رباونا والدينا. اللي قال لكم كنبغيكم صافي تيقوا، غير اللي قال لكم كنبغيكم تعطيوه فلوسكم، غير اللي قال لكم كنبغيكم صافي كتمشيو زعما في هذيك القضيه انه صافي راه ما تبقاوش تيقوا البنات بزاف. راه انا دارت بيا، عمري ما نويت انا غدار بيا هذه القضيه. انا كان قصدي شريف ونيتي مزيانه مع هاد الناس،
هذا هو اللي كاين. كما سمعتوا الخوت، يعني السيده كتباغي تزوج وباغي دير الحلال وكذا، ولكن بنادم انت ما كتشوف، انت ما سمعتوا شنو دار. يعني بنادم راه في شكل الخوت، والله حتى في شكل بنادم راه ما فيه ثقه في هذا الوقت. بارطاجيو الفيديو وبغينا رايكم في الكومونتير الخوت، ونتلاقاو فيديو